10 لعيبه يا جماعه لازم يمشوا من نادي الزمالك. طبعا في ناس تستغرب وتقول 10 لعيبه كتير قوي، لا دي حقيقه فعلا. انا لو قلت لكم اسامي اللعيبه هتفهموا انا بقول ايه بالظبط. طيب اولا سيف الجزيري. سيف الجزيري يا جماعه حاجز مكان اجنبي، وهو صراحه قد مستويات كويسه معانا قبل كده، بس حاليا هو لا يصلح. خلاص احنا صبرنا عليه كتير، مش هينفع نصبر اكتر من كده، لان احنا هنبدا موسم جديد ومحتاجين كل طاقتنا. طيب حسام اشرف. حسام اشرف من اللعيبه الكويسه اللي ادت مستويات كويسه بره الزمالك، بس لما جه الزمالك مش حسيته ان هو ده المهاجم اللي ينفع يبقى مهاجم نادي الزمالك. طيب سيدي نضاي اللي الاداره جابته ولحد دلوقتي انا ما شفتوش في الملعب غير 5 دقايق، وكون ان مفيش مدرب ريدي يلعبه ممكن يكون هو مش كويس فعلا، فاحنا حاجزين مكان اجنبي تحت السن ليه؟ طيب دول 3 لحد دلوقتي، قلت 3 بس. طيب نكمل. طيب عندك مصطفى شلبي. مصطفى شلبي ده محدش يعني، يا ريت محدش يناقشني فيه، لان مصطفى شلبي ده حرفيا شللني من اول ما جه. متخيلين؟ من اول ما جه حرفيا مفيش حاجه تشفع له، يعني مفيش ماتش مؤثر كان السبب في الفوز، مفيش بطوله اثر فيها، مش بينزل. بحس ان هو خايف على الفرقه، ده يعني بيبقى حاطط ايده في وسطه بطريقه مستفزه يا اخي. طيب مهاب ياسر، انا لحد دلوقتي مش عارفه هو بيعمل ايه في الفريق. محمد عاطف انا كنت يعني متفائله بيه لما جه، بس انا حاسه انه محتاج يطلع اعاره، لازم ياخد شويه خبره. طيب احنا كده قلنا كام واحد؟ احنا كده قلنا 6. متخيلين 6 وما قربناش حتى لورا. طيب خط النص، بصوا بصراحه في ايشو كمان. انا شايفه انه مش ده اللعيب اللي يشيل نادي الزمالك، يعني ممكن بقى تطلعوه اعاره يكتسب خبره ما تفهمش، بس هو حاليا مش ده الكواليتي اللي انا عايزاه. فده كده السابع. دونجا انا كنت هقول يمشي لانه شاللني انا شخصيا، وعارفه انه شاللكوا اكيد، بس انا كنت شايفه ان دونجا اصلا كان كويس، فممكن نجيب حد عليه يلعب عليه فيشد نفسه او يمشي. يعني الصراحه يعني حاولت اديله فرصه. طيب عندك احمد محمود، محدش راضي يلعبه في كل المدربين اللي جم، وعاده بيبقى بره الجيم اصلا، بره السكواد المجهز لاي مباراه. فانا عن نفسي كنت شايفه ان هو لعيب كويس، بس مفيش مدرب راضي يلعبه، دي غريبه بالنسبه لي. فانت محتاج تمشيه وتجيب حد مكانه، مكان عمر جابر بصراحه. كده دي 8. عندك كوستا اللي في الدفاع، لحد دلوقتي برضو مفيش مدرب راضي يلعبه، انا ما شفتوش في الملعب تقريبا، فلازم يمشي. ده 9. عندك في يعني الزناري واحمد حسام. يعني طب الزناري لما بيشارك بحس انه ممكن يجي منه بيلعب، ممكن يلعبوه في مركزين فممكن، لكن احمد حسام مثلا مش عارفه من ساعه ما جه ماله، يعني في ايه؟ طب ما بيلعبش ليه؟ متفهمش. فبصراحه يا جماعه الفريق محتاج غربله كبيره قوي، مش ده فريق نادي الزمالك اللي يشيل نادي الزمالك وينافس على البطولات، وده رايي بصراحه.